بدأ ياسين صواب مسيرته الفنية كممثل فيلم يجد في ذلك سعادته، وشاءت الأقدار أن يمرض ياسين وتعاطف معه جل المغاربة، وجعل الله في ذلك خيرا في اعتزاله. وأخيرا كبر الطفل الطائش كياسين صواب واشتد عوده وبلغ سن الرشد وصار شابا متهورا يملأ الدنيا ويشغل الناس برعونته وبلاهته وقدرته على إثارة القرف بمقاطعه. ولطالما كانت تصرفات ياسين تنبئ بمستقبل زاهر، إلا أنه ولصغر سنه لم يتمكن من إثارة الاهتمام بالقدر الكافي، فكان الناس يميلون لتجاهل تصرفاته والتجاوز عن أخطائه. أما الآن لم يتغير شيء عليه، فلا هو تفتح وعيه ولا تحسنت أخلاقه ولا صار قادرا على تقديم حجم الضرر الناجم عن مخاطئه والتي يختارها بعناية، إلا أن ازدياد حجمه وتغير صوته واكتمال نمو أعضائه منحوه حرية وقدرة أكبر على الحركة والتصرف دون أن يضطر للتفكير ولو قليلا بردود الفعل أو عواقب أعماله. يظهر في المقطع شخصا أربعيني ملامح وجهه تبين الحشمة والوقار، ولكن الفيلسوف سقراط لم يكذب حينما قال تكلم حتى أراك. كاميرا امشي تسكري والله الا برافو عليك. شوفي ويا هاي الدري يخبرون علماء الأعصاب أن نمو أدمغتنا لا يكتمل إلا في سن 18، ثم ما تلبث أن تتأكل بالتدريج حتى نهاية العمر. هذا الشخص تحدث ولم أجد أمامي إلا طفلا صغيرا تحن على أفكاره لصغر سنه، وهو مرحلة عمرية حرجة أصبحت تعرف في علم النفس بأزمة منتصف العمر، فكل كلامه محصور في الجنس والاحتفالات الوهمية، وهذه صفة الفقراء 100%. العام غادي فقط ندوزو راس العام غادي ندوزو في الخدمه بالنهار وبالليل ندوزو طبيعة الحال يدوزو في الزهور. برافو عليك أخي المتابع، كن فخورا بنفسك لأن الله لم يبتليك كما ابتلى غيرك وجعلك عاقلا. حينها سترفع يديك متذكرا قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. صدق الله العظيم. ومن هنا نستفيد يا إخوان أنه يجوز لنا مزاحمة أهل الفساد لنشر دين الله. اليوم عندهم مواقع التواصل الاجتماعي وكان ايش الفساد عاري، هذا فساد عاري، ومن بعد واحد يقول لك لا ما تدخلش، يقول لك غير الفساد والغناء والتيك توك هذا وكذا. لا يا اخي نزاحموهم، هما يدعون الى الرذيله والفاحشه ونحن ندعو الى الخير والفضيله.